مدرب المنتخب الوطني نور الدين ولد علي يستحق التحية من 40 مليون يمني. 10 مدربين تعاقبوا على تدريب المنتخب الوطني في دورات كأس الخليج السابقة، يفلح أحدهم في تحقيق ولو فوز يتيم الأبوين. ولد علي في أول محاولة صنع الحدث في خليج 26. ولد علي ضرب أكثر من عصفورين بحجر واحد. ها هي اليمن تكتب التاريخ. سجل المنتخب تحت قيادته أول فوز للكرة اليمنية، ولأول مرة يسجل المنتخب اليمني 4 أهداف في بطولة واحدة، ولأول مرة يحتل ترتيبا ب3 نقاط وليس بنقطة واحدة. عروض المنتخب وإن شابها الدفاع القاتم إلا أنها تبقى عروضا جيدة قابلة للتصاعد. يجب على اتحاد الكرة البناء على هذا التصاعد والحفاظ على ترابط الفريق، وبحسب تقديري بأن المنتخب قادر على بلوغ نهائيات كأس آسيا القادمة. وبالفعل هي صافرة النهاية، اللحظة التاريخية لليمن، اللحظة التاريخية لليمن. أول انتصار بعد 11 مشاركة، أول انتصار بعد 6 تعادلات، أول انتصار بعد 29 هزيمة. ها هي اليمن تكتب التاريخ.